رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم كذلك حول أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، معاملته مع الذين لا يعرفهم، أي ليسوا من أهله وأقاربه، ربما يراهم أول مرة، كيف كان الرسول يتعامل معهم. سنتكلم حول هذا ولماذا هذا مهم. ایرو امی بحثا چه بکن؟ بحثا اخلاق پیغمبر، داینو سننا پیغمبر دیگل وان انسانی کو پیغمبر جارا یکمین وان دینه وان ناس ناکه خریبن تشتگی امی بحثا وی اخلاق پیغمبر بکن. و چما مهمه دی اخلاق یعنی امی بیجن لورا اینکی کمانی مهنه امی سروی خبردن و تماشاکن اخلاق پیغمبر چوابو علیه الصلاة والسلام. طبعا أيها الإخوة، من عادة الإنسان حينما يتعامل مع رجل يعرفه يحترمه يضحك في وجهه يكون معاملته لطيفة معه، ولكن لو التقى برجل لا يعرفه ربما لا يرد عليه السلام، دائما علاقة باردة شوية، كما نقول علاقة بارد ليس حار، وهذا خطأ كبير في حقنا أحيانا يصدر منا. أما الرسول لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم، لم يفرق بين الناس، هذا أعرفه أضحك في وجهه وهذا أنا لا أعرفه لا يحتاج أضحك في وجهه. هذا ليس من خلق الكرام. الكريم يضحك في وجه كل أحد يلتقي به، لأنك حينما تعامل الناس لا تعاملهم على أنهم هم، تعاملهم على كرامتك وأخلاقك الطيب. الذي أخلاقه طيب يعامل الناس بالكرم، والذي أخلاقه غير طيب يعاملهم بالسوء، يرى نفسه في الغير. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن هكذا، لا يفرق بين القريب والبعيد. ربما القريب يزداد محبة هكذا، ولكن الغريب الذي يلتقى به الرسول لا يشعر بأن الرسول قد أهانه أو قلل في حقه، بل بالعكس يقول أعطاني حقي من المحبة ومن السرور ومن الكلام. هذا شيء مهم، أن نكون لطيفين ولينين، نلتقي بأحد لا نعرفه نضحك في وجهه كأننا نعرفه من زمان، ولكن إذا رأيناه خلاص أول مرة السلام عليكم وعليكم السلام، لا محبة ولا ضحك ولا ابتسامة، وبعد دقيقة دقيقتين يظهر بأنه من أقاربك وأصدقائك، بعد ذلك يخجل الإنسان، لماذا أنا عاملت هكذا معاملة سيئة؟ ولكن إذا عاملته في أول الأمر معاملة حسنة خلاص أنت لا تندم، وإن كان ابن أبيك بعد ذلك يطلع بأنه أخك من الرضاعة ومن أخك الشقيق الذي لم تراه، لا تذنب لأنك عاملته بحسن المعاملة. هذا مهم جدا. طبعا برايد عزيز، چما مهمة مرب إنسان كناس نك برا خوش بدو بستنا. پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام فرقی ندکرنا برای إنسان، ولا استناس کم از بکنم از فلان کس ناس ناکم بكردية ما ديار بكر أم بجم معده خود ترشتك أو كنوتك أو معده خود ترشتك، يعني شكل خود نقشتك وكا كليمون خاربه. نا إنسان كي كها تدريه إذا بكني توي ناس بكينا كي أبيع علامته وكتظلمك تمامي لها توي ناس نكر أزوي ناس ناكم ما سلامة دمي أزوي ناس ناكم خبرم جيتنا أبيع شيء أزوي ما بيراب كنم تشتكي خوشنونه. لو ما پیغمبر شخصی که بدیتا ویناس بکرا ویناس نکرا ندگو استناس کم ناکم از انسان کی وهم لاقی منک از بکنم لاقی من از داینو سرنا خوش بترا بکم. قالك جارا انسان هنا تنجمتد بسلام عليكم بلغت ویناس ناکی شکلی عليكم السلام او عليكم السلام تماشا سرچعبی جناکی سلام نادی دست خود رجناکی تی پنج حب انسان رو نشتنت سه حب ناس کی دو ناس ناکی به دست وان هر سه دگری به دست وان ناگری چیه لازوی ناس ناکم ادلیوید منه خوشننه یا بدست هر سیانه گره یا تبدستی فی ظلامی هانیش بکری اوش بیر وانکن. گلک جارا انسان هنه تویدیتیه تا ناس نکریش کویه تا گرمگرم پیرا خبر نده گرمگرم آخو جمداند یا خودور ده مسافه کی دانیه نابره خو داوید به سلام علیکم بسمامه متشوانی باشه نابم فلان کس اش فلان جیمه تتماشد کی اقربایته تماشات کی حوالته تماشات کی حوال برایته ایجا معرفه دید که محجوب به تم قوادی خواه جمدان مسلم خواده ندای که عیبو لو ما اویا نلاقی انسان کی سلام داوه و کی دید دریو دا بکنن. لو ما پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام و تبسمك في وجه اخیک صدقه
رول کنیه تد هم بر حواله کتاب برای تصدقه نگو تتوی ناس کرد توی ناس نکیجی هل سرچعبی دا بکنه. طبعا قلنا من عادة الناس هكذا يعامل الذي يعرف بالليونة والذي لا يعرف يكون في برودة، ولكن الرسول لم يكن هكذا. مثلا حينما نقرأ حياته الرسول في مكة يأتيه أو المشركون يرسلون أحدا إلى النبي حتى يذهب معه إلى أبا جهل حتى يأخذ حقه من أبا جهل، وسبب إرسالهم على أن يذهب الرسول معهم إلى أبا جهل وأبو جهل يقوم بإهانة النبي، هذا غايتهم، يضحك عليه ويهينه. وحينما أتى إلى النبي لم يقل أنا لا أعرفك يا أخي لماذا تأتي إلي أهلا وسهلا، وذهب معه. هكذا معاملة عمليا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب مع هذا الرجل الذي لا يعرفه إلى رجل وهو عدو للنبي، ولكن فما دام هذا الرجل أتى واحتمى بالنبي وطلب منه المساعدة فالرسول ذهب معه إلى أبا جهل وقال أعطيه حقه، وقام وأعطى حقه. هذا معاملة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لا يعرفه. مثلا لسر براتيكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام که رسول خدا ندگو استناس ناکم چما هاتی آلی کاریش متخوازیم. هجا پیغمبر مکه اوی وقت ابو جهل ساخه و ظالمه و بیادبه، یعنی ظلامه کشاندن جن پیغمبر یکی که ابو جهل پری و خاریه دیندار ابو جهل پری ناده که عادت بی دنیا پیس جان اوی که قوت وانه به پری ملت نادن وان هر جارک هدی واره هر از نادم تچت کی سربستی او تهدید افجیته جم دورا كعبه ملت هيا بيقالوا انسان ما يكتناري كاريان بك فلان كاس بري من ادم از خريبم مشركي ما كيتشدكن دبي هرج محمد او دزان ابو جهل ناري پیغمبر فرصت بقى في حقارت البيغمبر دبي هر برا محمد قالته ورا حقته بسطينه ايه او شيطاني دشنن يعني ابي زامك پیغمبر وي نديت يا وي ناس نا كان زانه چكسته دبي يا محمد دبي تذكاري علي كاريان بكي بري ناده ابو جهل بني پیغمبر نگو از ناس ناکم نگو تکی نگو ابو جهل حیر الله نیاره من نتوان ورم جاب زمان خدريش نگو اهلا وسهلا فرمو مهرم دقالوی چو ور حاصل معجزه خودش درکت ابو جهل اشترصا پری در حال دای که گو خدا حافظ ها جم مشرکا گو خیره ما محمد چان زمان تواز زمان خدريش بکی حقارت بکی تپری دو به خبر دام گو قد خبر ندم والله چاول دری خص ترس کدل من ایدی ترس کی کدل من دری فکر راست محمد سريع ويدش دفك يا دفك فكري حشتركي من بقولتنا سريع مجيد كرش ترسام دا يعني مقصد پیغمبر ما بشخصك خريب شخصك بناس ناك او دقلوي تجم نياري خو نياري ويه اخلاق انسان مازن ابه ناس بكي ناس نكي هاتي آليكاريش تخوستي ادوي آليكاري كش مرا لازمت كاري ك آليكاري هم بكي مثلا مسلمان هنا يا انسان تشتكيش تخوازه آوه ده آوه ده هر وقت کانک والوی آوه ده هر وقت کانک لوی اوکناسه وره بسمامه من اتقلت ورم نانه کیفدم تا آبه کیفدم تا ابی فقیرانه اوجه انسانه محتاجه آلی کاری جرا لازمه ابی یک اخلاق پیغمبر و علیه الصلاة والسلام لو ما خدا بجا فبما رحمة من الله لنت لهم جكرم والفضل خدت جوارا نرم بوي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قالت انسانه کی معامله نخوش بونای معامله بكرديه ما تبي جراوي نخوشه يعني معامله ونخوشه او كنا ما تبي الا الله دور كبه ومع السلامه يعني خدا بجا انسان شتا دور بكتانا ابجي نلاقي انسانه پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام اخلاقي ونرم بو بفي شكل هاني آليكاريا ملت تذكر. هناك امر اخر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره ياتي مجموعه من الناس دخلوا في الاسلام ولكن فقراء مساكين. الرسول ربما رآهم لأول مرة لا يوجد عليهم ثياب يعني فقراء جدا، حينما يراهم الرسول يتغير لونه ويبكي في داخله يرى الحزن في وجهه فيقوم إلى المنبر يجمع الناس آيات من القرآن الكريم يحثهم على الإنفاق أحاديث نبوية يحثهم على الإنفاق ويدعو الناس يقول أنفقوا على هؤلاء مساكين فقراء أتوا. الرسول أول مرة يراهم ولكن نعم كان الرسول لكن أول مرة يراهم. كثير من القادة الدول ترى يرون رجلا لا يعرفه اهتمام بسيط، أما النبي أصر على أنه سيقوم بجمع التبرعات لهم ويعينهم، فجمعوا لهم مبلغ كبير من المال ومن الطعام ومن الثياب
حتى هناك روايات أتى رجل بقطعة من التمر، ربما أكل نصفه وترك نصف الباقي للمساء، كان فقير مسكين هكذا. فالنبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، الحديث أتى من هذا، ولو بشق تمرة، حافظ أن تبتعد عن النار، انفق في سبيل الله. وربما حتى هذا الرجل لا يشعر بأنه لم يعمل شيء، النبي ذكر صدقته ولو بشق تمرة، الرجل عرف بأن النبي يقصده. فبعد ذلك حينما اجتمع مبلغ من الطعام ومن الثياب ومن المال، فرح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. العلماء والصحابة يقول كأن وجهه القمر، هكذا يتلألأ من الفرح، رأى بأن هؤلاء لم يتركوا هؤلاء الفقراء والمساكين. وبعد ذلك يقول الرسول كلاما: من سن سنة حسنة في الإسلام، أو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجره من عمل بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء. تقوم بإحداث عادة طيبة وفيه الخير والمنفعة للمسلمين، فلك الأجر إلى الناس أن يعملوا به إلى يوم القيامة. هذا قدوة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء وإن لم يكن يعرفهم. تشتكي دنيا قالوا جماعة بيخنبر روك المدينة جروبك إنسان تاني، كاروانك يعني بيجن، قافلك تين، فقير محتاج جليوان تنين، حتى دبي وقت جلي حيوان الخو كربنا شرمي حيوان كرنا جل هنا كيجون لك بطانيك وقل كربن سريق لي خسنك وهو وقت حزينه يعني فقير تشكي وانتنا في خبر جاره كمينا وان دينا قد وان نديتي عليه الصلاه والسلام انسانك قلبي وان مازن بدلي وان وابه برحمه بن تشتكي حالك خراب دين دلي وان قال لك تشوته في خبر دلي قال لك تشوته قال لك محزون دبا قال لك دلي تشوته قالت تشكي بك أنا قالت تشكي بك يعني بريوتنا درت سر من بري كنت بقى الصلاة جامعة براملتكم بملتكم دبا وداوية آية القرآن يدخلنا ربي عالمي أمرت كتب صدقة بدن خيرا بدن كان حب حديث أخوي كريم دعاء مبارك جوانا دبيجة او مسلمان يدي إجا أوكن وهر كسش مالا خو تشتكيتنا إيك بطاني كي أبيك أم بيجن بيلاوة كي أبيك كيلو كي جنم أبيك أو قصا خورمة هر كس كي تشكيتنا كوم تكل حتى صحابي كي دماكي فقير بيا نيف خرماويها بيا نيف خرماكي بلكي انا بدي نيف خرمي ونعجبت بين 5 كيلو خرمات خون ملات فقير بو معده وام تشوك بو خرماكي بلكي كابرا خاريه كدي سحور نيف ما يجي افطار في مغربي افطار اخو بك يعني فقيره ما دام پیغمبر گوتي صدقه او نيف خرما اختنا داتين له نيف خرما من مايه يا جي نيف جي كريا دا يا زاروكي خور حاصل يا جي مشكا خواري نيف خرما يعني نيف خرما كيلو مشكنا قنده مثال جوارا ابي فقير جنيب خرمه انيه نيب خرمه اف شکرکی و نيب شکرکی تبيني لو ملت بينم بجن حزاره پربدا اجي شکرکی تينم داتينم پیغمبر حالي ودينجي جمونه كيف يوره او صحابه بزن برسول خدي عليه الصلاه والسلام تشتي بتشوك جي دينا يعني ابياج قرد ما ذهب مع الاسف ام تشتي بتشوك نادين هوالته سلامك نرم بدات كيف تناي او برگره سلام کا مازم دام یا سلام کا بچوک شکر کی داته بی شکرش بیروانه که پیغمبر وهاب علیه الصلاه و السلام کی تشتکی پاک و جوان بکره قنج بکره د شعبی دا خانه بو حفرم تبي تشتي هانه کریه یعنی پیغمبر وکنا ددکتیف زانی اوی پلیس دولت اندومرواد و که متابعت کرد زمانی که بيجي حفرم جملت را کیف ملت وره یعنی پیغمبر حدیث خود بجد دبی ولو بنیب خرمه بجی خوش آگره جهنمه بپارزن نیب خرمه بر ابنيف خرما هاني هم دبا درس انسان را كيد كاربه چه خيري بكبره بكبره نه بخيرام چوكه ما كورونا كي چه ما حزاره كي چه ما ليره كي چه بده افشتا يكاتيه يرا مثلا بيجن جامعه دا 300 حب انسان كون ببن امريكي ليره كي بدت ك 300 مثال هر يكي دولار كي بدت ك 300 دولار هر يكي حب كي نتشتكي لت ك 300 حب في شكل پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام قال خير وجد كده ولو نيبي خرمه بجي بده خو جهنم بپارزن داویه او کیفا پیغمبر تکم مسلمان غیرت کن هر کس مالک تشتکی تینه کیم زیده تینن او کومکی چه به جلن تشتی خوارننه ور حاصل تینن اجا عادته کی پیغمبر بو کیفا یباتاجی او ریوی سپید بو کیفا ت یعنی وکنا زیرو زیبد بده برقی او کهیبد بو وکنا صحابه و هاد او کیفا یهاد عادته کی پیغمبر کیفا یباتاجی سرچاوی سپید بوش کیفات بو اگه پرچکی جهیبه بو او قصا كيف هات داوي حديثك مشهور تبجه
دبي كي تشتكي بخير دي إسلام دا تشيكه نج على عبادتنا عادتك كارو خباتك كفايدج مسلمان را تدا هبج إنسان را هبد إسلام دا رب عالم خير ويد نفسنا حتى رجع قيامتك إنسان خير ويجي كيم نابه تشتكي جوان شكر عادتك قانونك سيستمك تشتكي كر ملت فايدة جديد پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام به خدي خير جراد نفسنا وعكس فياجي هيها كي تشتكي خراب جملت رابجه عادتك خراب در خير تشتكي نباش ودس بكرو ودوام كر هدي أبي دس بكي عول كيبه حتى كو إنسان بي خرابية بكن أو شريك جنه هوانه وكنا لا حضرت آدم يكبو قاتل براي خو كشت أبي قاتل حتى قيامته چقاسا إنسان ورن كشتن بحزارة بمليون بصد مليون بمليار چقا ورن كشتن براي ما يعول هي كري بابي ما بيجن كري بابي ما يحول گناهکار مازن او ورتاقی گناه هانه لورا خرابی عولی دست بکر وقد جبير ما ناكل يعني هر تشتكي جمع پیدا ببه خرابي به ملت وكما بك ام ارتاقي بي گناه هانه حتى رجع قيامته خدي مجمع خرابيه بباريزه. طبعا هناك امر اخر كذلك ياتي الرجل الى المدينه ولا يجد طعاما. النبي اولا كان من عادته ان ياخذ الضيوف الى منزله الى بيته يذهب الى البيت في عندنا طعام ولا ما في عندنا طعام ما في المراه الفلانيه زوجها الفلانيه ولا شيء يذهب إلى المسجد يقول من يأخذ هذا إلى بيته يستضيفه يرحمه الله فأحد الصحابة يقول أنا أخذه إلى بيته فيأخذه. هكذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يرى غريبا يهتم به لا يمهله لا يقول أنا لا أعرفك فليكن هذا عادتنا وخلقنا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. نعامل الأجنبي الذي نراه لأول مرة إذا عاملته بالطيب الحسنى تملك قلبه وإذا عاملته بالقسوة تكسب نفرته وكينه وعداوته فلنفضل المحبة على العداوة. تساجي مسألة هذا شخص كتير مدينة مالا پیغمبر دينة بيا رسول خدا ولاز برچی منانت لاز بخور فقيرم عادتا کی پیغمبر جهبو اگر کو یک باتا اولید خواست او اکرام آوان بکه نام بدوان چه داره مالا کی جنا خود خد به كردية ما تبيشن حرمة يعني جنة تشكيل مالها هي دبي ولا تشتكتنه تشل دري جنات الخد تشتكل مالها هي بدن ميبان دبي ولا تشتكي متنه يعني إيرو خوارنا متنه سيحب جنات ما شاد كه دمالا في خمر خوارنتنا عليه الصلاة والسلام ده چه جامعه خو دبي قالوا إنسانا ميبانه كي يد بمالا خو رحمة خدا ليه ببرا صاحبه كي درتين ببرا بميبانه من أزيل بمالا خو والله ويدبه عادات پیغمبر جي وهاب خلقه إهمال نذكر أولا تخواست أولي كاري بك نكرا نجي دريك خيرت جاري تقول كيت كار أولي كاريا بيا بكت أولي كاريا يبكن يعني جانا بلكي وتيد بين ما موستا يا جملت إمام تشتكي أولي كاريا من بري ما موستا تنبجي جارت كاربج وسؤال بك جارت ريه ودا بدينا يعني أبقى وغارانتي كي بدن إمام ها تشتكي يبقى حاضر انكار خدمتك بكن نبو إمام ردن إمام فقيرك محتاجك يتيمك نساخك مصيبتك تلفون إمامك إمام شيخ سيدة أم محتاجة تشتكينا بلكي فقير سيدة وقفريتنا لجرام أو قصلان بن أم غارانتيكي بدن بيجي ما موصل سيدة تشتكي بج مرة بيجي أم حاضر في خيرهانه ده أم تقارن آلي كاريبكن پیغمبر جي عليه الصلاة والسلام جي صحابي خو پشتراست بو صحابي أو قصلان بو قا وقت تشكيتنا بو تقول كي آلي كاريتك ما شاء الله قحرمان درتكتن عمر علي كده علي جا علي كده عثمان جا علي كده طلحه جا علي كده هركز تقول اس حاضرم سعد وسعيد وبان مدينه هرك جالي كده تقول آمادانه ببن مالا خو خارن بچه ظلام هبون يعني طبعا ايرو تشكي چه امام استاتش ما پرنادي امام استای فقير فابريكاتور نه لي گره پشتای بو راس بون خيرا بكن ندن امام لخيرا بكن او يك پیغمبر مجي عليه الصلاه والسلام بمعامله هنذكر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على حسن المعامله والا لم نعرف الرجل. له حديث احد الصحابه يساله اي الاسلام خير؟ اي شيء في الاسلام يكون طيبا وخيرا نعمله مع الناس؟ تطعم الطعام هذا اولا وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. شوف اولا تطعم الطعام وبعد الطعام لانه الجوعان مسكين عقله ليس في راسه اعلموا هذا. الذي هو جوعان يحصل خلل في السكر وغير السكر لا يشعر بشيء اولا اطعمه مسلم غير مسلم اطعمه اولا وبعد ما اطعمته بعد ذلك
بإمكانك أن تتكلم معه ما تحب. فأولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطعم الطعام، وبعد ذلك سلم على من التقيت به، تعرف ما تعرف سلم عليهم، هذا من أدب الإسلام. ولكن اليوم أصبح السلام على من نعرف، يسلم رجل على رجل ولا يعرفه لا يرد عليه السلام. لماذا؟ أنا لا أعرفه لماذا سلم عليه. أنت لا تعرفه ولكن هو سلم عليك، فأنت مجبر بأن ترد عليه السلام. هكذا الرسول يأمرنا. اليوم نحن لا نحب أن نرد السلام لأن الرد يجب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعك من الرد الواجب، يأمرك بأن تبدأ بالسنة والمستحب، تسلم عليه. السلام سنة أن تسلم. أما اليوم نحن عاجزون أن نرد الواجب، نقول عليكم السلام صعب علينا. أما الرسول يأمرنا يقول ابدأ بالسلام وإن لم تعرفه، إذا بدأت بالسلام يحصل بيننا محبة ويقل العداوة. تشتكي دني صحابك دبي يا رسول خدا دبي كرمك دبي چه خوشد اسلام دا شتي بخير چی يعني ام بكن تشتي خير اسلام قالكن ديارك پیغمبر تشتي فهم كري ابيات خوازه يعني اچه بكم خير ادنا مسلمانا دا تشتي قص كريه پیغمبر زانا بو ملت چت خوازه بيجه پیغمبر بيجه اولا تخوارنه بدي فقيره برچي زكي وانتر كي اولا زكي فقيره تطعم الطعام نكو زنگينات خوارنه بدي فقيره زكي وانتر كي اوليش قلت زكتر بون لورا برچيبون تشتكي خرابه ام دين برچيبون دين برسيبون تشتكي خرابه. يعني انسان برسي عقلي ناخبته شعوره ينامنه ايهانا وتكرنه دكاره ملته بوك جهر برسي عقل تشكيدنه دليودا زكي تجي بك داوود قالوي خبر ده پیغمبر به اولا زكي وتركه داوود به سلام خدا بلا بكن. هر انسان كتزاني و مسلمانه مثلا اوروبا یک مسلمانه 20 حب نه مسلمانه یک نه مسلمان بيجي على السلام عليكم ميرك زانا عليكم السلام سلام عليكم چلي وقت پیغمبر دگم ملت مسلمان بود هف ناس کردن یاجی زانبو مسلمانن ایجا السلام بده هر انسان یک زانه مسلمانه تو ناس بکنه کی سلام خدا بدنه کی اما ایرو بیا عادته کی یک سلام دمه ام ناس نکن ام نابجن عليكم السلام خيرت بي از ناس ناكم چما سلام دامن سلام داته خلاص دي مجبور بيجي عليكم السلام نبكي فاته تجي حسنا كي ناخذ سلام بدي ندي اما كويغو سلام عليكم تبدي تقول داريا نصيحتها پیغمبر بكي تهر بي سلام عليكم ناس بكينكي سلام بده بفي شكل پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام معاملته باك بيرهبو هيفيدارن رب العالمين في اخلاق باك بكنسيب ما ان شاء الله. نرجو الله ان يرزقنا هذا الاخلاق الجميل ان شاء الله، ونسلم على كل احد نعرفه لا نعرفه، ونقابل بالوجه الحسن كل من نلتقي به الى ان نلتقي في الجمعه القادمه حتى حفتاتي بن خيروخ الشيدا. برايد عزيز محترم cemaat biraz da Türkçe söyleyelim. Bugün gerçekten hepimiz için önemli olan bir dini bir mesele. O da ki Kur'an-ı Kerim'de de üzerine Allah'ın çok durduğu bir mesele. Diyor ki yaptıklarınızı çöpe atmayın. Yaptıklarınız ibadettir, zikirdir, hayırdır. Bunları yakmayın, bunları çöpe atmayın. Çünkü bu tehlikeli bir konu, bir meseledir. Birçok insan farkındadır veya da farkında değil. Yaptığı davranışları, ibadetleri, hayırları çöpe atar. Farkında veya da değil mi? Bilerek mi, bilmeyerek mi? Çöpe atar. Ona söylendiği zaman da ben bunu bilmiyordum veya da önemli değil, sorun değildir. Şunu önce unutmayalım. Allah Azze ve Celle öyle bir zattır ki en temizi kabul eder. En ihlaslı ameli kabul eder. İkiyüzlü ameli kabul etmez. Nasıl biz bir malı alırken bozuk kabul etmeyiz, sahte malı kabul etmeyiz. Paramı vermişim, temiz bir şey kabul ederim. 10 niyete sahip isek, Allah Azze ve Celle bizim 1000 katımız daha samimi, daha hassas ve ibadetler üzerinde durur. Ey kulum sen bunu yaptın, temiz bir niyetle yap. Sen bunu yaptın, sen buna riyakarlığı içine soktun. Bunu gösteriş olarak yaptın. Millete gösterdin, ben asla bunu kabul etmem. Allah Azze ve Celle bu davranışları bizden kabul etmez. Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede diyor ki ahiret gününde onların yaptığı davranışları diyor bir ele aldık ve birçoğunu çöpe attık. Birçoğu çöpe gitti. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki onlara söyle ey Muhammed, ümmete söyle, insanlara söyle, ameli çöpe giden insanlar kimdir? En büyük zararı eden kimlerdir? O insanlardır ki İyilik yaptığını zanneden insanlar. İyilik yaptığını zanneder ama maalesef yaptığı hepsi kötülük. Hepsi yanlış. Ya inancı bozuktur ya da yaptığı şey yanlıştır. İkisi de sonuç aynı yere çıkar.
Abdestsiz namaz kılmak da o ibadet makbul değildir. Gösteriş olarak da namaz kılmak o da makbul değildir. Yardım yapmış millete efendim gösteriş olsun diye o da yapmış, o da çöpe gider. Yardımı yaptıktan sonra karşı tarafa hakaret etmek de o da çöpe gider. İbadet yanlış ise de çöptür. İbadetimiz riyakarlık varsa içinde o da çöptür. Ondan dolayı ayetlerde ve hadislerde Cenab-ı Allah üzerinde durur, diyor ki sakın yaptığınız davranışları çöpe atmayın. İbadetiniz sade Allah rızası için olsun ve Allah'ın dinine uygun bir şekilde olsun. Şeriate uygun bir şekilde olsun. Sünnete uygun bir şekilde olsun. Birçok hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz insanları uyarır. Bunu yapmayın. Sakın bunu yapmayın. İyilik yaptın, aynı zamanda kötülük yaptın. Sen iyiliğini çöpe attın. Sen bunu bozdun. Namazın seni düzeltmemişse, namaz kıldın fakat namazdan sonra hemen yalan konuşmaya başladın. Oruç tuttun, hemen arkasında dedikodu yapmaya başladın. Sen amelini çöpe attın. Senin o namazın gerçekten doğru bir namaz olsaydı yanlış yapmaya müsaade etmezdi. Dinen şöyle bir kavram vardı değerli cemaat, unutmayın. Güzel bir işi yaptığın zaman niyetin temiz ise Allah Azze ve Celle o güzel işten sonra daha güzel bir işi nasip eder. İyilik iyiliği getirir. Böyle bir kanun vardır. İyiliği yaptığın zaman senin niyetin temiz ise, doğru yapmışsan Allah Azze ve Celle sen o iyiliğini kabul etti ve sana ödül olarak başka bir iyilik kapısını daha açar. Bu ödüldür. Fakat Allah kabul etmemişse iyilik yaptın, ondan sonra kötülük yapacaksın. Çünkü niyetin temiz değildi. Sen bu işi yanlış yaptın, doğru yapmadın. Yapmadıktan sonra da Allah senden kabul etmedi. Ceza olarak da seni başka bir kötü, Allah bizi göndermez de ikinci yanlış bir kapı sana açılır. Direktmen bunu iyi şekilde bilelim. Yaptıklarımız önemlidir değerli cemaat. Zaten namaz kıldığımız zamanlar belli, yaptığımız hayırlar belli, dünyada kalacağımız zamanlar belli. Bunlar hepsi sınırlı ve kısıtlı olduğu için Allah'ın bizden istediği, ey kulum sana verdim ömür, sana verdim mal, sana verdim dil, sana verdim ilim ve bilgi. Bütün bunları temiz bir şekilde, dürüst bir niyetle, samimi bir niyetle, ihlasla, riyakarlıktan uzak, gösterişten uzak, bunlardan uzak, samimi bir şekilde ve sünnete uygun, Resulullah'ın ibadet tarzına uygun, İslam'ın prensip ve kanunlarına uygun bir şekilde bu hayırları yap. Cenab-ı Allah da senden kabul eder, sana ödül verir. Aksi takdirde senin davranışın çöpe gider, senin ibadetin çöpe gider, yaptığın şey çöpe gider. Adam senelerce namaz kılmış fakat sonra diyor ki o boşuna bu kadar namazı kıldım. Çöpe gitti. Hayırları yaptı, ibadet yaptı. Ondan sonra bir baktın ki ters bir lafı söyledi. Davranışı hepsi çöpe gitti. Hadis-i şerifte diyor ki adam iyilik yapar da cennete gireceğine bir karış kalacak. O kadar az. Ondan sonra alt üst oldu, tarumar oldu, adam cehennemlik oldu. Yani niyet o kadar önemli, ibadet o kadar önemli, yürüdüğümüz yok o kadar önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir hadis daha var, onu size söyleyelim. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin bazı insanları kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelirken dağlar kadar hayırları var. Dağlar kadar. Verdiği bir kelime Yemen tarafında olan büyük bir dağdır. Meşhurdur. Nasıl bizde diyelim ki Toros dağları var, Cudi dağı var, Ağrı dağı, bizde meşhur olan dağlar vardır. Orada da o meşhur dağ budur. Diyor ki o kadar büyük hayırlarla adam Allah'ın huzuruna gelmiştir. Fakat Cenab-ı Allah bütün bunları çöpe atar. Hebaen mensure, toz ve duman dağıtır gider. Demişler ki ya Resulullah bu insanlar kimdir ve neyin nesidir bunlar? Diyor ki onlar aynı sizin gibi insanlardır. Sizin gibi konuşuyorlar. Aynı sizin gibi namaz kılan insanlardır. Fakat öyle insanlardır ki toplum arasında namaz niyazında ibadet hayır tek başına kaldıkları zaman kurt gibi her haramı yapıyorlar. Kurt gibi. Fırsat ellerine bir girse bakayım. Milletin karşısında çok emin, çok samimi, çok dürüst. Fakat fırsatı yakaladığı zaman yani babasının kefeni bile satar. O kadar vicdansız insanlar. Yetimin, öksüzün malı olmayan insanların belki adamı satar parasını yer. O kadar vicdansız insanlardır. Tek başına kaldığı zaman Allah'ın bütün haramları ve yasakları çiğneyen insanlar demek diyor Peygamber Efendimiz. Bu kadar tehlikeli olan bir şeydir. Yani davranışın, ibadetin ne zaman çöpe gider buna dikkat et. Allah rızası için yap, gösteriş yapma ve sürekli araştır benim bu yaptığım ibadet hayır, İslamiyet'in bana emrettiği şekilde mi değil mi?
Örneğin bazı Müslümanlar var, kardeşi fakir, ailesi, akrabası fakir. 5000 kilometre uzakta bir adama kurban parasını göndermiş. Senin kardeşin fakir, annen fakir, baban fakir, teyzen fakir, halan fakir, komşun fakir, yemeği yok. Niye o tarafa o kadar uzaklara gönderdin? Kendini tatmin etmek için. Bu da çöpe gitti. Çünkü Allah'ın emreti bu değil. Allah Azze ve Celle diyor ki önce fakirine, kardeşine, akrabana, komşuna vereceksin. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o şekildedir. Sana yakın. Benim komşum fakirdir fakat komşu köye para göndereceğim. Bu adam fakir yanımda. Hani bir hadis var diyor ki kendisi tok, komşusu aç, yatan bizden değildir. İşte bu hadis sana geçerlidir. Dolayısıyla kendimizi tatmin edeceğimize şeriata uyalım, dine uyalım, Resulullah'ın sünnetine uyalım sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman merak etme, senin ibadetin makbuldür. Allah Azze ve Celle de inşallah kendi huzurunda kabul eder. Cenab-ı Allah cümlemize makbul olan ibadetleri nasip etsin inşallah. İbadetlerimizi çöpe atmasın. İbadetleri çöpe giden insanlardan da bizi eylemesin inşallah. Haftaya görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Bu hafta da camide bir Mevlid-i Nebi olacaktır. Haberiniz olsun. Türkçe, Kürtçe sohbet yapılacaktır. Sizi camide bekleriz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.